قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. سليم الجباري لاعب أتلتيكو مدريد تحت 19 سنة. كنت مع منتخب إسبانيا للشباب لمدة عامين والانتماء دفعني لاختيار منتخب بلادي المغرب. عجل مدرب مانشستر يونايتد يخرج بتصريح كبير على زياش ويصدم لامبارد. رغم قلة لعبه مع البلوز، حكيم زياش أفضل ممرر في الدوري الإنجليزي الممتاز. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل ما تنساش دير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار. سليم الجباري لاعب أتلتيكو مدريد تحت 19 سنة. كنت مع منتخب إسبانيا للشباب لمدة عامين والانتماء دفعني لاختيار منتخب بلادي المغرب. أكد لاعب أتلتيكو مدريد سليم الجباري أنه حسم اختياره بتمثيل المنتخب الوطني المغربي مستقبلا بعد أن خاض بضع مباريات مع المنتخب الإسباني للشباب. وقال سليم في مقابلة مع شبكة بي إن سبورت القطرية: أعتقد أن اللاعب العربي بارع في اللعب الفردي والتخلص بسرعة من المنافس، وفي السنوات الأخيرة أصبحنا نجد لاعبين عرب في مستويات عالية. وأضاف: ما دفعني لعدم تلبية النداء لتمثيل إسبانيا هي المشاعر والأحاسيس، لأن الدماء والأصول هي التي تتغلب وتدفعك لاختيار المنتخب الأصلي، وهذه الأمور متجذرة في عائلتي وهذا ما تعلمته. واستطرد: صحيح أنني كنت مع منتخب إسبانيا للشباب لمدة عامين واعتبرتها مرحلة تجارب، وفي النهاية الانتماء هو الذي دفعني لاختيار منتخب بلادي، وأتمنى أن ألتحق مستقبلا بالمنتخب المغربي الأول. ثم اختتم قائلا: منذ وصولي إلى أتلتيكو مدريد عرفت حياتي تحولا كبيرا. أنا سعيد بوجودي هنا وأستمتع بكل دقيقة أقضيها في هذه المدينة. مدرب مانشستر يونايتد يفاجئ الجميع بتصريح كبير على حكيم زياش ويصدم مدرب تشيلسي. تحدث إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن لاعبه السابق في أياكس أمستردام الدولي المغربي حكيم زياش، مؤكدا أن لاعبا مثله يجب أن يلعب كل أسبوع. وقابل تين هاغ زياش خلال المباراة التي حسمها مانشستر يونايتد أمام تشيلسي ب4-1، ولقي مقطع فيديو للمدرب السابق لأياكس وهو يلقي التحية على الدولي المغربي قبل انطلاق اللقاء، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال تين هاغ في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: عليه أن يلعب كل أسبوع، لاعب مثله يجب أن يلعب في نهاية كل أسبوع. يذكر أن زياش يعيش وضعا صعبا في فريق تشيلسي، حيث يلازم مقاعد البدلاء في العديد من المباريات الأخيرة، ما جعل مغادرته للفريق الأزرق أقرب حسب تقارير صحفية. رغم قلة لعبه مع البلوز، حكيم زياش أفضل ممرر في الدوري الإنجليزي الممتاز. قدم حكيم زياش التمريرة الحاسمة الثالث له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هزيمة أمام مانشستر يونايتد ب4-1 يوم الخميس على ملعب أولد ترافورد، ليكون بذلك زياش أفضل ممرر لفريقه في الدوري بتعادله مع رحيم ستيرلينغ. الإحصاءات تتحدث عن نفسها، فحكيم زياش الذي لعب 653 دقيقة فقط في الدوري يتعادل مع الجناح الإنجليزي الذي لعب 1811 دقيقة في الموسم 2022-2023، ولذلك فإن حكيم هو أفضل ممرر لزملائه في فريق تشيلسي، على الرغم من أن وقت اللعب أقل منه 3 مرات تقريبا. يذكر أن تشيلسي هو رابع أسوأ هجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بتسجيل 37 هدفا، وهكذا فإن فرقا مثل نوتنغهام فورست وبورنموث قد سجلت عددا من الأهداف مثل النادي اللندني. من جهة أخرى يعيش حكيم زياش أسوأ موسم له منذ وصوله إلى إنجلترا بدون أي أهداف، حيث بدأ لاعب أياكس أمستردام السابق في 6 مباريات فقط في الدوري. كأس إفريقيا 2025، المغرب يقرر إصلاحا شاملا ل6 ملاعب. قررت شركة سونارجيس الشركة الوطنية للإنشاء وتدبير المنشآت الرياضية البدء في أعمال صيانة الملاعب الوطنية المرشحة لاحتضان نهائية كأس إفريقيا للأمم 2025.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماع بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإدارة سونارجيس يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة برنامج إعادة تأهيل الملاعب الستة التي ستستضيف مباريات البطولة. وطلبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من الشركة تأجيل بدء عملية الإصلاحات في الملاعب مثل ملعب فاس الكبير وملعب طنجة وملعب أكادير وملعب مولاي عبد الله بالرباط وملعب مراكش وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء حتى انتهاء منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم، حيث لا يزال هناك 4 جولات غير محددة بعد في جدول المباريات. ويهدف طلب التأجيل إلى تجنب أي تدخل في جدول المباريات. وتتحمل شركة سونارجيس المسؤولة عن تجديد الملاعب وإصلاح المرافق المرتبطة بها بما في ذلك الأرضية والمدرجات والمنصات المخصصة للجماهير ووسائل الإعلام والقاعات الأخرى المستخدمة للفعاليات وغرف تغيير الملابس للاعبين وغيرها. ويجب أن تتوافق هذه المرافق مع معايير وشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للملاعب المستضيفة لبطولة الأمم الإفريقية. هذا ومن المقرر أن تعقد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعا ثانيا مع مسؤولي شركة سونارجيس الاثنين القادم بغرض الحسم في العقود المقرر إبراهامها مع الشركات والمؤسسات التي ستتكلف بصيانة وإصلاح الملاعب الرياضية الستة والمرافق التابعة لها. لهذا السبب قرر وليد ركراكي تأخير المعسكر التدريبي للأسود. قرر مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد ركراكي تأخير موعد انطلاق المعسكر التدريبي إلى 8 من شهر يونيو القادم بعدما كان مقررا في الخامس منه، وذلك بسبب التزام 4 لاعبين في نهائي بطولتي الدوري الأوروبي وكأس المؤتمرات الأوروبية. وجاء قرار وليد ركراكي جراء التزام الحارس ياسين بونو ويوسف نصير بإجراء نهائي بطولة الدوري الأوروبي، إذ سيكون فريقهم إشبيليا الإسباني طرفا فيها عندما يواجه فريق روما الإيطالي في 31 من مايو الحالي. كما يلتزم اللاعبان سفيان مرابط ونايف كرد أيضا بالمباراة النهائية لدور المؤتمر الأوروبي في 7 من يونيو المقبل بعدما تأهل إليها كل من فيورنتينا الإيطالي الذي يلعب في صفوف سفيان مرابط وويست هام يونايتد الإنجليزي الذي يضم المدافع الدولي المغربي نايف أكرد. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. سليم الجباري لاعب أتلتيكو مدريد تحت 19 سنة. كنت مع منتخب إسبانيا للشباب لمدة 2 عام والانتماء دفعني لاختيار منتخب بلادي المغرب. عجل مدرب مانشستر يونايتد يخرج بتصريح كبير على زياش ويصدم لامبارد. رغم قلة لعبه مع البلوز، حكيم زياش أفضل ممرر في الدوري الإنجليزي الممتاز. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل ما تنساش دير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار.